الاهلي هيتغلب النهارده. تقول لي ازاي؟ الاهلي النهارده هيلاعب الاسماعيلي في بطوله الدوري، بس قبل ما نعرف ان الاهلي هيتغلب ازاي، اعرف ان الزمالك النهارده هيلاعب طلائع الجيش في ماتش بالنسبه له مصير ان هو يفضل مستمر ببطوله الدوري. تخيل ان احنا حاطين الزمالك في مرتبه، الزمالك النهارده هيفوز على طلائع الجيش باذن الله 2-0، باذن الله 2-0، وبيراميدز النهارده هيفوز، ده الطبيعي. ولكن ماتش الاهلي والاسماعيلي ده اللي انا حاسس فيه تضارب. ثلاث لعيبه مؤثرين، امام، تريزيجيه، وزيزو، الثلاثه مش موجودين مع النادي الاهلي. فانا وجهه نظري ان الاهلي النهارده هيتغلب 2-0 من الاسماعيلي. الاسماعيلي في المركز ال 21 والاهلي في المركز الرابع. ولكن الماتش بتاع الاسماعيلي والاهلي بحس ان هو بيبقى واخد ريسك او ريكفري غريب. الماتشات دي بالذات بتحس ان عامله زي ماتشات القمه بين الاهلي والزمالك، بيبقى فيها اجواء غريبه. فانا شايف ان الاسماعيلي النهارده هيفوز على الاهلي، لان الاهلي معهوش العناصر الاساسيه بتاعته، والاسماعيلي هيلعب بروح فلنه الاسماعيلي، وهيلعب بروح في فلنه الدراويش، الفريق اللي نتمنى كلنا ان هو يرجع لقيمته ويرجع لوضعه الطبيعي. سلام.